Let's go. اليوم عندنا برد هذا الساندويتش نفس اللي عندنا مال KDD بنكهة الشوكولات والكراميل. أتوقع كل نكهة بصوب بنجربه. فعندنا هذا أتوقع المنتج تركي وبنجربه. والأمانة ذاب شوي والله، وايد ذايب مو شوي. لا والله. بس راح نجربه. والله ذايب وايد، المفروض يكون نكهتين يعني يسار ويمين، فبس بنجرب الصوبين ونشوف. للأمانة هذا يعني البرد حلو، في نكهتين يعني في نكهة الكاكاو بهالجهة ونكهة الكراميل بهالجهة. يعني الكراميل شوية مو واضحة نكهته، بس الكاكاو يعني حلو واضحة. بس البسكوت اللي هني يعني طبقة وايد كبيرة، يعني شوية كبيرة، فصاير طعمه أكثر شيء على طعم البسكوت يعني. بس البسكوت حلو يعني، ستيل البسكوت حلو. فأعطيه تقييم 8.5 يعني، كبرد حلو، فتقييمه 8.5 زين. عندنا هذا الشراب طعم توت البري، يعني هو شكله مال اليابان بس بنجرب. صناعته وين؟ محطوط الصناعة صناعة النمسا. فبنجربه. الأمانة ما في طعم يعني، طعم ما يشكر يعني، كلش ما في طعم التوت البري ولا في طعم أي شيء ثاني. النكهة عبارة عن ماي وشوية شكر، فحتى الشكر يعني مو حالي حيل، يعني طعم خفيف، أغلبها ماي يعني للأمانة. فهذا تقييمه أعطيه يعني 2/10، كافي عليه. بعد يمكن زايد على 2/10، فتقييم 2/10 حده. الحين عندنا بطاط ليز بنكهة الجبن الأصلية، ما أدري شو الفرق عن الجبن العادي، بس شكله حلو. هو هذا فورنو أول مرة أسمع فيه، فهو أتوقع مستورد، فما أدري شنو يفرق عن الليز العادي، بس هو شكل البطاطا نفسها غير يعني عن العادي. نشوف صناعة وين بالضبط. صناعة السعودية، فنجرب. كالعادة 3/4 الكيس هوا، يعني أغلب البطاطا يخلصونها هوا، بس نجرب. نجرب. للأمانة وايد حلو، لأن أول شيء يختلف عن الليز العادي أن هذا ما فيه دهن وايد، البطاطا تكون خفيفة يعني، ونكهة الجبن واضحة يعني. حتى هذا لما تاكل منه كمية ما يغث يعني نفس الليز العادي، لأنه يكون فيه دهن وايد. فوايد حلو نكهته. فتقييم أعطيه 9/10 أو 8.5 9/10. تقييمه 8.5 9/10، يستاهل. الحين عندنا البسكوت هذا الصغير، يعني أنا أول مرة أشوفه، فما أدري وين صناعته، بس يعني
البسكوت هذا تقريبا نفس انواع البسكوت بنجوم او سوالف هذه. هيك صناعة اسبانيا. فبنجرب ونشوف. نجرب. للأمانة النكهة يعني تقريبا نفس كاكاو بنجوم وسوالف الويفرز، يعني ما يختلف وايد. بس في ملاحظة أن الكاكاو هني أكثر من البسكوت، فالكاكاو معطي طعم شوية زيادة أحلى. يعني أنا بالنسبة لي لو خيروني بين هذا وكاكاو بنجوم للأمانة راح أختار هذا، لأن هذا الكاكاو طعمه شوية أكثر من البسكوت، فهذا أحلى عندي. فللأمانة يسوى أعطيه 8.5. 8.5 زين. فالتقييمة 8.5. الحين عندنا المنتج هذا البسكوت بالكاكاو، يعني بنكهة الميلك شوكلت. الشركة اليو أنا للأمانة ما أدري يعني من أي دولة، بس كان مكتوب يعني مكتوب فرنسا، ما أدري إذا فرنسا ولا بريطانيا ولا إيرلندا، لازم ندور عليه. بس خلينا نجرب. فنجرب. هذا النكهة ما يختلف أتوقع عن أي شركات ثانية، يعني نفس النكهة بأي شركة ثانية، فما في شيء مميز. الكاكاو يعني عادي نوعا ما، البسكوت هم عادي، فما في شيء زيادة عن أي منتج ثاني. فتقييمه راح أعطيه 4/10، لأنه أساسا عادي وما في شيء جديد يعني. عندنا هالكاكاو المينيز، أتوقع هذا الكاكاو موسمي، يعني ينزل موسم بس وبعدين ينقطع، فممكن حق موسم هالوين أو كريسماس يعني. فما أتوقع إنه راح يعني ينزل طول الوقت، أتوقع هذا بس موسمي. فوين إنتاجه؟ عندنا إنتاجه بريطاني. نجرب. خلينا نشوف إذا نقدر نبطلها. أيوه، نشوفها من داخل. من داخل فيها كاكاو وهازل نت، في قطع هازل نت. فخلينا نجرب الطعم. للأمانة يعني ما في شيء مميز، لأن أساسا قطع الهازل نت اللي داخله حيل صغار، فمو مبين طعمهم. والكاكاو يعني هذه كلها عبارة عن كاكاو، فصايرة ثقيلة شوي. وطعم الكاكاو مو شيء يعني وايد حلو، يعني نص نص، طعم الكاكاو عادي. فتقييمه ممكن أعطيه 6/10، مو أكثر من 6/10. تقييمه حد 6/10. الكاكاو زين بس مو قوي. عندنا الحين هالبطاط اللي تورتيا أو هو تورتيلا احنا نسميه. فعندنا يا بنكهة بلاك أوليفز والتوميتو اللي هو التوميتو المجفف. الجلوتين فري والسوالف هذه يعني ممكن يكون صحي شوي. فخلينا نشوف إنتاجه وين. عندنا الإنتاج إنتاج بلغاريا، يعني منتج بلغاري. فخلينا نجرب.
كالعادة 3/4 المنتج هواء، يعني حرفيا البطاط بس هالكمية، باقي هواء. فخلينا نجرب. للأمانة يعني أنا توقعت إنه يكون نفس الناتشوز، بس إنه ما له شغل بالناتشوز نهائيا. البطاطا نفسها هي نفس البطاط العادي، يعني نفس البطاط العادي أي بطاط ثاني. والأمانة النكهة يعني صدق النكهة تحس بطعم النكهة الطماطم المجفف والزيتون، يعني حيل واضحين. بس في مشكلة بسيطة إنه شوية مالح، يعني إذا تكثر منه راح تحس بالملوحة. فبس النكهات واضحة حيل، وإنه كبطاط عادي يعني التورتيلا ما يفرق يعني عن البطاط العادي يعني. فتقييمه أعطيه 7.5، زين مو سيء، فتقييمه 7.5. الحين عندنا هذا الميني رولز بطعم نكهة الميلك شوكلت. أتوقع فيه 5 حبات، أي فيه 5 حبات. فخلينا نشوف إنتاج وين. إنتاج المملكة المتحدة بريطانيا. فخلينا نجرب. الأمانة بصراحة تفتتت يعني فترفع شوي. خلينا نجرب. للأمانة النكهة يعني أكثر شيء مبين نكهة الكريمة اللي داخل، يعني نكهة الكاكاو مو واضحة حيل، أو إن نكهة الكريمة طاغية على نكهة الكاكاو اللي برا، والكيك اللي داخل زين يعني مقبول. فعادي، ما في شيء يعني وايد حلو ولا سيء، يعني عادي. فتقييمه أعطيه 6/10. التقييم حده 6/10، مو أكثر من 6/10. الحين عندنا هالكاكاو اللي هو كوار كاكاو، اللي هو الميلك شوكلت. الميلك شوكلت كاكاو من داخل محشية بالرايزن اللي هو الزبيب. ما ادري شو يسمونه بعد، بس هو الزبيب يعني الكاكاو محشي زبيب. فخلينا نشوف وين انتاجه. انتاج جنوب افريقيا. فخلينا نجرب. كل كرة مختلفة حجمها عن الثاني. فخلينا نجرب. من داخل محشية كاو زبيب، وحواليها كلها كاكاو ميلك شوكلت. الأمانة أنا أشوف إنه مو متناسق الزبيب مع الميلك شوكلت. يعني الميلك شوكلت بروحه أوكي حلو، بس مو متناسق مع الزبيب يعني، فمعطي طعم غريب شوي، ومعطي حموضة شوي بعد. فما أحس إنه متناسق. فتقييمه حده 4.5 4، لأن الزبيب وايد مخرب على الكاكاو. الحين عندنا هالبسكوت بطعم الميلك شوكلت. أتوقع على أشكال حيوانات، فمكتوب عليه أنيمالز هني. أتوقع عليه أشكال حيوانات، فخلينا نشوف. عندنا قهوة إنشاء المملكة المتحدة بريطانيا. فخلينا نجرب. نجرب. أي علب بروح، كل كيس بروح. على كل كيس في معلومة. فعندنا هني الأليفنت، وهني عندنا اللايون. نشوف الشخصيات الثانية.
الحيوانات الثانية احنا عندنا الهيبو الفرس النهر، يعني عندنا الالفنتس، يعني الالفنتس اثنين الالفنتس ولا هذا غير كان؟ اوكي اثنين، عندنا هيبو، الاثنين هيبو، هذا الالفنت، وهذا عندنا المونكي. حلوة الفكرة انه حق اليهال ان كل شيء في يعني حيوان معين وفي معلومة عن الحيوان. حلوة الفكرة. خلينا نجرب نشوف النكهة. التشيز في عبارة عن كل تشيز فيه حيوانات معينة. أنا عبالي كل تشيز في يعني حيوان واحد، شكل حيوان واحد، بس لا، التشيز فيه كل الحيوانات أتوقع، أو إنه مجموعة حيوانات. نشوف شو الشخصيات اللي عندنا قاعدة تطلع. مونكي هذا أتوقع ضفدع، مونكي وايد قاعد يتكرر المونكي. فحلوة الفكرة حق اليويو، بس خلينا نجرب الطعم. الأمانة النكهة يعني النكهة شوية طعم الكاكاو، يعني هذا حتى مبينة لحسة خفيفة، فأغلبها راح يكون بسكوت، يعني طعم بسكوت وشوية البسكوت ناشف. فهو يعني حلو حق إنه يهال، أتوقع إنه حق يهال عمر صغار، بسكوت راح يكون كميته كبيرة والكاكاو كميته بسيطة، يعني كان ناس ما قاعد يشوفون إنه لحسة كاكاو، يعني مو أكثر من كذي. فالطعم بسكوت يعني عادي، يعني بالنسبة لي الطعم 5، ما أعطيه أكثر من كذي. بس إنه كأوفر أول حق السناك نفسه، بما إنه في أفكار حق اليهال، إنه في معلومات وشخصيات وحيوانات وبسكوت، يعني أفيد لهم من الكاكاو، فممكن أرفعه أعطيه 7.5 8 على الأكتيفيتي اللي مسوينها. فأوفر أول أعطيه 7.5 8. علاج قريب ان شاء الله، علاج قريب. شنو هذا؟ شنو العياده ما فيها ولا شيء؟ شو اسوي هذا الحين؟ احلى قهوه حق عمي هلال. سياره ما هي سيارتي انا. مو مشكلة، اخذ لي دريول هم تحت امرك. والله ما احب اركب مع دريول، ما هو دريولي سيارتي انا. انت شنو تبي بالضبط؟ انا ما يبي يتكلم مع انتي انا. أميرة ما عليك منه، هذا وجهه وي سيارة كشخة، يبا هذا مال باص مواصلات، مال وانيت، مال توك توك. احاكيك تصعد منتخب على فاي ولا شنو؟ بتقط وايد ولا شلون؟ كنت دكة مريح، ايش فيك نيت علي؟ عسى ماشر، لا تسوي مو انا وطيب يعني، لا. ايش فيك؟ ترى والله بالله ان كثرت حكي لاقلب العياده فوق راسك. حسنا لله يا محسنين. شنو يا محسنين؟ حسنا لله مساعد البلوشي. يعني مسوي قصه يا طالعين القمر.